العطب اللي وقع في إسبانيا والبرتغال انقطاع التيار الكهربائي لمدة عدة ساعات، حوالي 8 ساعات. واحد ما يشوفش كارت الأسانسير 8 ساعات، الأسانسير عكس. العطب هذا المغرب لعب دور في مساعدة إسبانيا، حيث قام بإمدادات كهرباء في مناطق الشمال والجنوب من البلاد الإسبانية. وكما أكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، يعني هو اللي قال هذا الكلام، أكد أنه استعادة إمدادات الكهرباء في مناطق الشمال والجنوب من البلاد تحققت بفضل تعاون السلطات في فرنسا والمغرب، وعبر عن شكره للمغرب ولفرنسا على تضامنهما. هنا نشوفوا المغرب يلعب ثاني راهو القدام، ما عندوش سياسه عدوانيه لا مع اسبانيول ولا مع مالي ولا مع موريتانيا ولا مع حتى واحد، حتى مع الجزائر ما عندوش سياسه عدوانيه. شفنا انه لما فريق سياسي جا فرحوا به وكذا، وهذه في طبيعه المغرب، يعني في طبيعه المغرب. المغرب يلعب دور تاع المساعده في نفس الوقت. ايامات ما قبل، اسبوع ما قبل، سي تبون يزيد يبتز اسبانيا، مهبول هذا تبون هذا، يبتز اسبانيا واش يقول لك بلي هذه اسبانيا راهي دارت غلطه وتراجعت، تكاكات، هذا غلط تكاكات. مسخر انت، مسخر تبون معنى ما تقدرش التلفزيون الناس تسمع فيه، كيفاش الناس تسمع فيه؟ قالوا قال لي حد يقدر يسنح حتى يموتوا كبار الحومه، يصير تموت ومن بعد يكذب على الروح. كان في التاريخ يسجل لك كذبه واحده اخرى، انت كبير الكذابين. كما قالوا الصحافي في قناه تلفزيونيه فرنسيه، قالوا يعيطوا بينوكيو في التسير، بصح بينوكيو قد ما يكذب قد ما نفوت هو نفوت عمر خنونه، هذا واش فيه. شوفوا وين وصلنا، يعني شوفوا وين وصل الجزائر، فيه قدر طول. الرئيس الجزائري فيه قدره، لانه هو ضيع قدره ما عندوش قدر. الفريقات تحط واحد ما عندوش قدر، لانه الجنرالات اللي ما عندوش قدر. السبب المشكل عاود وصلنا انه القدر راح، لان الناس يحكموا في الجزائر ما عندهم لا قدر لا هبه لا دين لا مله، واش يكونوا عرايا عرايا قليله. ما زالهم العلاقات ما بين المغرب واسبانيا على احسن ما يرام، وانتم استناو ايامات ويهدفوا عليكم لجامعتكم مازال ما رديتوش، وراك لابدين على موضوع برشلونه. الدار تكشفكم، الدار تكشفكم، وين تروح الدار تكشفكم. قولوا الدار ثاني يكذب، ولا الدار راهو شارد مغار